بيبدأ فيلمنا مع قناصة محترفة جدا وبيكون اسمها دراسة، وبتبقى في مهمة ليها وإنها تقتل مسؤول سياسي، وبتبقى مستخبية وسط الجبال. وأول ما بيوصل وبينزل من طيارته الخاصة بتخلص عليه، وبعد كده بقى بنتنقل لليفي، وبيبقى برضه من ضمن أحسن 5 قناصين في العالم. وبنعرف إنه زمان كان شغال في المنشاة البحرية لغاية ما عيلته كلها اتقتلت، ومن ساعتها هو مبطل الشغلانة ومبقاش يعمل أي حاجة خالص في حياته، لغاية ما بتوصله رسالة على التليفون برقم مجهول ومكتوب فيها إنه يروح معسكر بين ديلتون يوم 6 يوليو. فبيستغرب جدا من الرسالة دي لأنه بقاله كتير بعيد عن الشغل. بعد كده بقى بيوصل للمعسكر وبيقابل واحدة اسمها باريس، وبتسأله يعرفها ولا لأ، فبيقول لها لأ، وبيقول لها بس باين عليك إنك عميلة تقيلة جدا. لكن بيستغرب إنها عارفاه كويس جدا، وبتعرفه إنها عايزاه في مهمة، وإن المهمة دي ما ينفعش حد تاني يقوم بيها لأنها عارفة كويس جدا إن محدش هيقدر ينفذها غيره، وكمان إنه مقطوع من شجرة وإن مفيش حد دلوقتي يسأل عليه ومحدش هيحس بغيابه أصلا. وليفي بيسألها عن المهمة دي فين، فبتعرفه إن هو كل اللي هيعرفه عن المهمة دي إنه هيحمي مكان اسمه الأخدود، وأي حد يحاول يخرج منه يقتله على الفور، وإنه ممنوع ينزل فيه. فبيوافق إن هيعمل المهمة دي، وبعدها مش هيعمل أي عمليات تاني، وبتوافق باريس وبيتفقوا على المهمة. بعد كده بنشوف دراسة وهي قاعدة مع أبوها في المقابر، بيكون قاعد بيعزف لمراته اللي ماتت، وبنعرف إن أبوها مريض سرطان وإنه فاضله أيام قليلة جدا ويموت. ودراسة هنا بتقوله إن في مكالمة تليفون جات لها الصبح وإنها هتروح لمهمة لمدة سنة أو أكتر، وبتقوله إن لازم يروح للدكتور عشان تبقى مطمنة. لكنه بيقول لها إن يوم عيد الحب قرر إنه ينهي حياته. بيودعوا بعض. في سبتمبر بقى بنشوف ليفي في الطيارة ومتعلقة له مخدر علشان ما يعرفش الطريق، ولما بيفوق بتدخل عليه واحدة تاخد منه التليفون والساعة، وبعد شوية بيكون وصل للمكان وبيقابل هناك الضابط. هما ماشيين بيتعرفوا على بعض وبيسألوا تعرف ايه عن المهمة دي. ليفي بيقول انه ما يعرفش اي حاجة ولا حتى يعرف هو في انهي بلد، والضابط بيعرفه انه بقاله سنة هنا وما يعرفش اي حاجة برضه، وبيعرفوا ان اول واحد يقابله ويتكلم معاه من سنة. وبنعرف من كلامهم ان ليفي هو اللي هيستلم المهمة من بعد الضابط ده. بيوصلوا لبرج المراقبة، وبنعرف ان ليفي هيفضل في البرج ده لمدة سنة كاملة، وبنعرف ان البرج ده بيشتغل بالطاقة الشمسية. وليفي بيسأله عن البرج اللي في الجانب التاني، لكن الضابط بيعرفوا ان التواصل مع اللي هناك ممنوع تماما. بيعرفوا ان الجانب التاني انهى مهمته برضه. بعد كده بيعرفوا عن كل الاسلحه والنظام اللي في المكان، وبيقولوا ان انت كل شهر لازم تعمل اختبار اللاسلكي. وبيعرفوا ان في ترسانه ورا البرج فيها كل الاسلحه والذخيره والغام، وكمان فيها ابراج مدفعيه آلية كل 600 متر تقريبا، وان لو الذخيره اللي في المدافع دي خلصت لازم تعيد تلقيمها تاني، ولازم برضه تشيك على المخفيات والالغام المعلقه. ليفاي بيسأله بقى عن المخفيات دي، والظابط بيقول إن المخفيات دي هي عبارة عن مرسلات للأقمار الصناعية، وإن في كل كيلو متر في واحد منها، وكل واحد منها ليه مصدره الخاص، وإنها متصممة لإخفاء الغدود عن العالم. وبيعرفوا إن في حالات الطوارئ في جهاز إنذار، وإنك لو شغلت الجهاز ده فأنت كده بتبعت رسالة للسلطات العليا. مين هما بالظبط ما يعرفش. بيقول له إحنا هنا بننفذ مهمة وبس، مين وراها وفي إيه ما نعرفش. المهم يعني بعد ما بتفعل الجهاز دوت بيعرفوا إنك في خطر، بيفعلوا البروتوكول الخاص واللي اسمه كلب الضال. فبيسألوا ده عبارة عن ايه بالظبط. الضابط بيقوله ان ما عنديش فكرة عنه، بس كل اللي اعرفه انك لو سمعت صوت الانذار كل اللي عليك تعمله انك تهرب باقصى سرعة. تاني يوم الصبح بقى الضابط ده بيودعه وبيمشي، ولما بيوصل للمكان اللي الطيارة هتاخده منه بينزلوا له الحبل. ولما بيطلع الضابط اللي في الطيارة خلص عليه وبعت رسالة لباريس انه نفذ المهمة. وباريس بتقول له انه كان لازم يحصل كده لان ما ينفعش حد يروح للمكان ده ويرجع عايش علشان ما نتفضحش والسر ما ينكشفش. في اكتوبر بقى بنشوف ليفاي بينزل من البرج وبيشيك على الأنظمة، وبعدها بيدخل البرج يشيك على اللاسلكي. كل على اللاسلكي هنا بيسأله في اشتباك مع العدو. ليفاي بيقوله لأ، فبيعرفوا إن كل 30 يوم لازم يشيك على اللاسلكي وبيقفل معاه. بعدها بقى ليفاي بيبقى قاعد مش لاقي أي حاجة يعملها، فبيقرر إنه يعني يجيب أي كتاب يقراه، وبيكتشف إن في كلام مكتوب على الحيطة، واللي بيبقى كاتبين الكلام دوت ظباط قبل منه. وبيعرف هنا إن المكان ده قديم جدا من زمن الزمن. بعد كده بقى بيبص على الجانب الغربي وبيشوف المنظار بتاعه وبيلاقي واحدة تبقى دي دراسة عمالة تقطع في خشب. بعد فترة بقى بنشوف دراسة بتحتفل بعيد ميلادها، مش بتبقى حابة ده لأن مفيش حد معاها وحاسة بالوحدة، فبتضرب نار علشان تلفت انتباه ليفاي. ويبص عليها بالمنظار بيلاقي إنها بتسأله عن اسمه، وبيقعدوا يكتبوا لبعض على الكشاكيل اللي معاهم لأن المسافة ما بينهم كبيرة جدا. وبيكتب لها ليفاي إن ممنوع علينا إننا نتواصل، فبتقوله إن النهاردة عيد ميلادي وهعمل اللي يعجبني. وفي وقت بقى هما بيتكلموا مع بعض دراسة بتلاحظ الكائنات الغريبة دي بتحاول تطلع على الجبل. بسرعة جابوا أسلحتهم فضلوا يقتلوا فيهم، وكانوا كتار جدا. وفي وقت دراسة بتساعد ليفاي في قتلهم لقيت واحد قدر يوصل لها، فبسرعة قتلته. في الوقت دوت دراسة اتصابت في كتفها، وليفاي قدر انه يخلص عليه وكملوا قتل فيهم لغاية ما قدروا انهم يخلصوا عليهم كلهم. تاني يوم الصبح بقى بينزل ليفاي يصلح كل اللي حصل ده ويركب ألغام جديدة بدل اللي فرقعت،
وبالليل بقى بيقعدوا يحتفلوا بالكريسماس ويرقصوا ويعزفوا درامز ويلعبوا شطرنج. بعد فترة بقى بيجي يوم عيد الحب، وبتبقى دراسة قاعدة حزينة جدا لأن أبوها كان قايل لها إنه هينهي حياته في اليوم دوت. وبيشوفها ليفاي وبيكتب لها إنه مفتقدها جدا وبيطمن عليها. ودراسة هنا بتكتب له إن يومها كان صعب وإنها قد إيه محتاجة يكون موجود جنبها دلوقتي. تاني يوم الصبح بقى ليفاي بيحضر العدة وبيفضي من صاروخ الأرباجيه كل البارود اللي فيه عشان ما ينفجرش، وبيربط الحبل فيه وبيضربه ناحية دراسة وهي بتشوفه وبتجري على مكان الصاروخ وبتطفي النار علشان ما تطلعش في المكان كله. وليفاي بقى بياخد معاه شوية ورد لزوم المقابلة وبتشعلق في الحبل وبيوصل لها. وأول ما بيوصل لها بقى بيديها الورد، بيفضل باصص في عينيها بيقول لها اني ما كنتش عارف ان عينيكي خضرة كده. وبتتحرج دراسة وبتقول له ان ريحتك بشعة جدا وادخل استحمى لان مستحيل ادخلك البيت بتاعي كده. بيسمع الكلام طبعا وبيدخل يستحمى وهي بتجهز له هدوم. بعد كده بيقعدوا مع بعض ويتكلموا وبيقول لها ان حاسس اننا في سيبيريا، وبيقعدوا يتكلموا مع بعض وكل واحد بيحكي عن نفسه. بعدها بقى بيشغلوا مهرجان انا مش ديلر يا حكومة وبيقعدوا يرقصوا عليه. تاني يوم الصبح بقى ليفاي بيودعها وبيمشي، لكن بيلاحظ الكائنات دي خارجة من الجبل وطالعة ناحية البرج بتاعه، وواحد منهم بيخبط في اللغم وبينفجر ودوت أدى لقطع الحبل وليفاي بيقع في الجوف. ودراسة بدون تفكير بتلم كل أسلحتها وبتنط وراه وبتقع في النهر. وبنشوف ليفاي وهو متعلق على الشجرة وبيبقى مغمى عليه وفي حشرة ضخمة بتقرب منه، لكن ليفاي بيصحى بيضربها بالنار. ودريسا بتسمع الصوت دوت وبتروح له، ولما بتوصل بتلاقي ليفاي واقع على مادة لزجة ومش عارف يخرج منها وتبقى خلاص هتقفل عليه، لكن دراسة بتقدر تنقذه وتخرجه من المادة دي. بعد كده بيكملوا مشي في المكان العجيب الغريب ده. فجأة بقى بيسمعوا صوت جاي ناحيتهم، فعلا بيهجم عليهم واحد من رجال الجوف وهو راكب على حصانه، وبيفضل يضرب فيهم وبيهجم عليهم اتنين تانيين ويفضلوا يضربوا فيهم لغاية ما بيقدروا يخلصوا على اتنين منهم والتالت هرب. وبيبقوا مستغربين جدا من أشكالهم. ودراسة بتدور على الحبل اللي هيطلعهم تاني لمكانهم لكنها ما بتلاقوش، وبتعرف انه وقع منها في النهر. وبتقول ان المسافة اللي فوق حوالي 500 متر وصعب نطلع من غيره، بيبقوا كده اتحبسوا في الجوف. بعدها بقى بنشوف ليفاي وهو بيشوف واحد من رجال الجوف اللي قتلهم، وبيتصدم لما بيلاقيه لابس زي عسكري امريكي من الاربعينات. ومعنى ده ان رجال الجوف دول اصلهم بني ادمين. طب ايه اللي حولهم كده؟ والاتنين مش بيبقوا عارفين، فبيقرروا انهم يمشوا شويه في المكان يمكن يعرفوا اي حاجه عنه. وهما ماشيين بقى بيبقى المكان ده تحسه كده مدينه مهجوره من سنين. بعد شويه بقى بيسمعوا اصوات تانية وبيلاقوا كنيسه، فبيجروا يستخبوا فيها. ولما بيدخلوا بقى بيلاقي جماجم وناس ميته. والليفاي هنا بيعرف ان الناس ديت هم اللي خلصوا على نفسهم، وبيسال نفسه ايه الاسوأ من الموت. بتبقى دراسه مش مطمنه للمكان. فجأة بقى بيهجم عليهم جماجم عنكبوتية ورجال الجوف يدخلوا عليهم وقعدوا يضربوا فيهم. وليفاي ودريس قعدوا يضربوا عليهم نار لغاية ما قدروا يخلصوا عليهم. أخدوا بعضهم وخرجوا من الكنيسة، ولما خرجوا كان في أصوات مرعبة حواليهم فطلعوا يجروا لغاية ما دخلوا مكان تاني. ولما دخلوا المكان ده اكتشفوا إنه معمل كيميائي ولقوا سي دي مكتوب عليه يا رب سامحنا على اللي عملناه. طب الناس دي عملت إيه؟ عرف بقى لما حط السي دي في الجهاز اللي موجود، ولما بيشتغل بيشوف دكتورة كيميائية تشرح كل اللي حصل في المكان الغريب ده. ويعرفوا إن في سنة 1946 واللي هي آخر سنة من الحرب العالمية التانية كان في تحالف سري بين كل دول الغرب ودول الشرق. والغرض من التحالف دوت يا صديقي هو إنهم يختاروا دولة واحدة بس تكون هي المنتصرة على كل الدول عشان تنتهي الحروب. تبقى الدولة اللي اختاروها طبعا هي أمريكا. فقرروا إنهم يعملوا تجارب علشان يصنعوا جنود خارقة، وعملوا التجارب دي على كل الجنود الأمريكية المشاركة في الحرب. التجارب دي أدت لإفساد البيئة لأن التجربة ما نجحتش. طبعا الجنود دي اتحولت لكائنات غريبة، وبنعرف برضو ان العدوى دي قعدت تتنقل ما بين الجنود والحيوانات وبقى كائنات غريبة جدا، وان لو اي حد دخل الاخدود وقعد فترة هيبدأ في التحول. فبيقرروا انهم يلاقوا مخرج بسرعة من المكان ده قبل ما يتحولوا هم كمان. وهم خارجين بقى ليفاي بيلاقي جهاز كمبيوتر وبيعرفوا ان ده مستحيل يكون من الاربعينات وان ده من اواخر الالفينات. ولما بيفتحوا الجهاز بيعرفوا انه تبع منظمة عسكرية اسمها دارك ليك. بيعرفوا انهم مخلصوش على الاخدود دول لانهم لسه بيدرسوهم. وبيعرفوا كمان انهم مش شغالين لحساب الجيش وانهم كده شغالين للمنظمه دي. تبقى منظمه ضخمه متخصصه في الابحاث الوراثيه. وهو بيقلب في الجهاز بقى بيشوف فايل باسم الكلب الضال، ولما بيفتحه بيعرف ان الكلب الضال ده هو بروتوكول تدمير ذاتي، وان مهمته انه يحرق الاخدود بالجزيره اللي هم فيها دي. والبروتوكول دوت بيتفعل من تلقاء نفسه في حاله ان الاخدود دول اتفضحوا. بعد ما عرفوا كل الاسرار دي قرروا انهم يخرجوا بسرعه من هنا علشان يحاولوا يطلعوا. ولما خرجوا من المعمل بيكون في واحد من الاخدود عامل فخ، واول ما دراسه وقعت في الفخ دوت سحبها من رجليها بسرعه. وليفاي حاول ينقذها بس ما عرفش. الكائن ده خدها بحصانه بسرعه جدا، والكائن دوت وصل للمكان اللي بيعيش فيه وربط دراسه علشان ينتقم منها، لكنها قدرت تفك نفسها وحصل خناقه ما بينهم وبيفضلوا يضربوا في بعض لغايه ما بيوصل ليفاي وبيخلص عليه. بعد كده بيشوف الكائن ده وبيشوف اسمه على القميص وبيعرف ان ده كان اول جندي في البرج الغربي واسمه برادفورد. بعدها بياخد دراسة وبيمشي وبيبقى المكان مليان كائنات غريبة متعلقة
في حبال لزجة، ودراسة وهي ماشية دست على حبل منهم وكانت هتتسحب، لكن ليفاي أنقذها وولعوا في المكان كله وأخدوا بعضهم ومشيوا. وبعد ما خرجوا لقوا عربية جيب وبيقرروا إن هم هيهربوا بيها، أخدوا العربية وهربوا بسرعة لغاية ما وصلوا لمكان الحبل اللي اتقطع من ليفاي. ولما وصلوا ليفاي ربط العربية بالحبل ده، ودراسة هنا بتضرب نار على الكائنات دي قبل ما توصل لهم، وركبوا العربية وقدروا يطلعوا، لكن الكائنات دي وراهم لغاية ما قدروا يحرقوهم. خرجوا من المكان ده بالسلامة وقعدوا يتكلموا مع بعض وإنهم لازم يعملوا لنفسهم حجر صحي علشان يطمنوا على نفسهم من المكان ده لو يعني أثر عليهم وهيتحولوا ولا لأ. في الوقت دوت بقى ليفاي بيفهم إنهم اختاروا المهمة دي بسبب إنه ما عندوش أي حاجة يخسرها، ودراسة بتقوله إنهم لازم يهربوا وإنها تعرف مكان آمن في فرنسا. بس قبل ما يمشوا بيتفقوا إنهم يدمروا الأخدود. بعد كده بقى ودعوا بعض وقالوا إنهم هيستنوا أسبوع يشوفوا فيه يتحولوا ولا لأ. ولما رجع ليفاي مكانه لقى مكالمة من بارسا تسأله بقى أنت نزلت الأخدود دوت ولا لأ، وإننا عرفنا إن الجهاز بتاعنا اللي تحت اشتغل. فبيقول لها إنه ما نزلش ولا يعرف أي حاجة عن تحت، وإن أنت مش جاسوسة ولا حاجة زي ما توقعت. فبتقول إن كل الأبحاث والتجارب اللي هم بيعملوها دي هيخلوا جيش أمريكا ده جيش لا يقهر، وإنهم هيبقوا أعظم دولة في العالم. تنهي معاك كلام وبتقول له طالما مش أنت اللي شغلت الجهاز يبقى زميلك اللي على الجانب التاني، وبأمرك إنك تخلص عليه فورا. وليفاي بيقول لها اعتبر الموضوع اتنفذ، بس طبعا عارفين إن هو مش هيعمل كده. وبنعرف إنها كانت كل دوت تتفرج عليهم من كاميرا الجهاز اللي شغلوه تحت في الأخدود. وباريس بتكلم القائد وبتقول له إن ليفاي خلاص خرج عن طوعهم ولازم نخلص عليه. جهز فريقك وطيارة وهنتحرك بكرة وانا اللي هخلص عليه بنفسي. تاني يوم بقى بنشوف ليفاي ودريسا وهم بيعملوا توصيلة بارود على كل أجهزة الأقمار الصناعية. وفي الوقت دوت الطيارة بتوصل، وأول ما بيشوفها ليفاي بيأمر دراسة إنها تهرب، وبيفضلوا يجروا هما الاتنين لأبعد مكان يقدروا يستخبوا فيه. لكن طبعا باريس بتأمر الجنود اللي معاها إنهم ينشطوا الدرون ويدوروا عليهم، وفعلا الدرون بتطلع وراهم تفضل تضرب عليهم نار لغايه ما قدروا ان هم يدمروا الدرون دي. وليفاي ودراسة قرروا ان هم يدمروا المخفيات، وبكده بقى الاخدود دوت هيظهر للعالم كله، وده طبعا اتسبب في تفعيل بروتوكول الكلب الدول تلقائي. المهم بقى باريس اول ما شافت ده امرت ان هم يهربوا فورا، وان خلاص قدامهم دقيقتين. وعلى الجانب التاني ليفاي ودراسة بيجروا باقصى سرعتهم علشان يهربوا هم كمان، والكلب الضال ده انفجر ودمر المكان باللي فيه واخد في طريقه الطياره. وبنشوف ان دراسة قدرت تهرب وتوصل لمكان امن، وليفاي نط في البحر في اخر وقت. وبنشوف بقى ان دراسة وهي قاعدة في الكهف عازلة نفسها بتلاقي رسالة في جيب الجاكيت بتاعها من ليفاي، وكاتب لها ان لو ما جاش لغاية غروب الشمس تفتحها. بعد كده بقى دريسا بتخرج من الكهف وبتوصل لفرنسا وبتروح للمكان اللي هم كانوا متفقين عليه. فضلت مستنية لغاية الغروب وما بيجيش، فبتفتح الرسالة وبيكون كاتب لها فيها شعر، فبتزعل جدا عليه وبتقعد تعيط، بتاخد بعضها وبتمشي. بعد فترة بقى بنشوف دراسة اشتغلت ويتر في الكافيه اللي كانت قايله له عليه، وهي بتنزل طلب تتفاجئ بوجود ليفاي وبتبقى مبسوطة جدا لما بتشوفه. وبس كده يا صديقي بينتهي فيلمنا. اتمنى يكون الملخص عجبك، وما تنساش اللايك وتصلي على النبي في الكومنتات. ولو مش مشترك في القناة ادخل اشترك دلوقتي حالا علشان يوصلك كل جديد. يومكم سعيد واشوفكم في فيلم جديد. سلام.